الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني أتقرب إليك بالصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين، امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك واجعلني من عبادك الصالحين ووفقني لقراءتها على الدوام بجاهه عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زد شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لي ما تقبضه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إلهي بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك ومكانته لديك ومحبتك له ومحبته لك وبسر الذي بينك وبينه. أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه وضاعف اللهم محبتي في وارثني بحقه ورتبته ووفقني لاتباعه والقيام بآدابه وسنته واجمعني عليه ومتني بيده وحسني بمكالمته وارفع عني العلائق والعوائق والوسائط والحجاب وشرف سمعي معه بلذي الخطاب وهيئني للتلقي منه وأهلني لخدمته واجعل صلواتي عليه نورا نيرا كاملا مكملا ظاهرا مطهرا ماحيا كل ظلم وظلمة وشرك وكفر وسور ووزر وجهها سببا للتمحيص ومقال أنال بها على مقام الإخلاص والتخصيص حتى لا يبقى في ربانية لغيرك وحتى
أصلح لحضرتك وأكون من أهل خصوصيتك مستمسكا بآدابه وسنته صلى الله عليه وسلم مستمدا من حضرته العالية في كل وقت وحين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا حق يا مبين يا حق يا مبين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.